اول حاجه اعرفكم بنفسي، انا اسمي اسامه ابو انس. مجال شغلي هو في ادوات المنزليه، بقالي اكتر من 8 سنين في المجال دوت وما اعرفش غيره لحد دلوقتي. قررت ان انا افيدكم في مجال شغلي لان دوت علم، والعلم دوت يعتبر انا بخرجه كصدقه. تعالوا اول حاجه عشان لو حد عاوز يسال في حاجه افهمكم ايه المجال اللي انا شغال فيه بالظبط، وهقسم لكم الجهاز قطعه قطعه، وهقول لكم البنود اللي فيه عشان لو حد عاوز يظبط ميزانيه الجهاز. هنقول بسم الله. طبعا انا شغلي في الادوات المنزليه. جهاز العروسه بيبقى ادوات منزليه وادوات كهربيه ومفروشات، وبالاضافه للسجاد والمراتب والستاير. طريقه تقسيم جهاز العروسه بيبقى مختلف من حسب سلو كل بلد او كل مدينه. يعني احنا مثلا ممكن يكون احنا لنا نظام في الجهاز وغيرنا لهم نظام في الجهاز، فانا مش هتكلم في النقطه دي لان انا ديت ما تخصنيش خالص. انا خاص بادوات منزليه. ادوات منزليه زي ايه؟ عندك اول حاجه ادوات المطبخ. ادوات المطبخ ديت بتبقى متقسمه لاول حاجه الحلل، اطقم الحلل، سواء تيفال، سيراميك، جرانيت، ستانلس، المونيا، سواء اللي هي الشاورما المدوره او اليد اللي هي العاديه ميد. وبعد كده الازاز بتاع المطبخ، وده طبعا بنجيب فيه كاسات للمطبخ غير كاسات النيش، وهنجيب فيه مجات وهنجيب كوبايات. وطبعا بقى غير بقى طقم الشاي وطقم القهوه اللي هي الحاجات اللي هي المجات البورسلين والكلام ده كله، دي هندرجها تبع الرفايع. تالت صنف عندنا في الادوات المطبخ هو الرفايع المطبخ. طبعا دي بتشمل 90% من الحاجات بتاعه المطبخ كلها، لان بيبقى فيها الصواني بتاعه التقديم، وطقم الشاي وطقم القهوه، طبق الفاكهه، البونبونيره، طقم التوابل والمعالق والشوك والسكاكين. ده غير طبعا شنطه المعالق او شنطه السكاكين. حاجات كتير هوضحها لكم واحده واحده في فيديوهات تانية كتير. بعد كده هنخش على البند التاني اللي هو البلاستيكات. طبعا بيشمل السلم والمنشر الداخلي وترابيزه المكوى والاطباق البلاستيك وتربو بتاع الخزين، البصل والبطاطس والحاجات دي كلها، والزبالات بتاعه المطبخ والزبالات بتاعه الغرف والمكانس والمساحات والزعافات. كل الحاجات دي كلها بالاضافه للكراسي ولو ترابيزات عشان لو عندكم مثلا جنينه او كده. تالت صنف معانا هو ادوات النيش. طبعا اطقم النيش بتبقى معروفه، صيني واركوبال واركوباريكس وافتر، وفي ناس بتجيب ميلامين، بالاضافه للكاسات وطقم الشربات. في ناس بتحب تجود وتجيب صواني اركوباريكس، وفي ناس بتجيب اطقم عشان تحطها في النيش. طبعا دي كلها حاجات اختياريه. ده كده الورقه هي تاخدوها سكرين شوت. انا لسه هوضح لكم الحاجات دي كلها على الطبيعه واحده واحده، وفي فيديوهات تانية جايه كتير، فتابعوني علشان خاطر تعرفوا كل حاجه تخص جهاز العروسه. ولو ست بيت برضه نفس الكلام. انا عارف ان معظمكم ما يعرفش كتير عن اللطم والحاجات اللي انا كاتبها في الورقه دي، ولا يعرف يعني ايه طقم اركوبال او طقم اركوباريكس، ما يعرفش ايه الفرق ما بينهم. انا كل حاجه ديت هوضحها لكم في فيديوهات تانية كتير، فتابعوني.